سيد عبد الحفيظ يلقى ترحابا كبيرا وحبا في جولات قائمة محمود الخطيب، مما يؤكد شعبيته العارمة المحتملة إذا ترشح لأي منصب مستقبلا. ابتعاد إمام عاشور عن الملاعب يصعب على وكيله آدم وطني تسويقه وإحضار عروض جيدة له. نبيل معلول أكد أنه حاول إقناع أحمد عبد القادر بالانضمام إليه في القادسية الكويتي، لكن عبد القادر تمسك بالبقاء في الأهلي. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قررت منح الزمالك مهلة شهر لتجهيز أوراق للرد على مطالبة زيزو ب 82 مليون جنيه مستحقات متأخرة، وذلك في محاولة لإطالة أمد القضية. لاعبو الأهلي في المنتخب الثاني عادوا من المغرب بعد قضاء يوم هناك برفقة الصقر وعصام الحضري. الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد للأهلي سيكتمل مساء الغد، وسيشاركون في التدريبات مع روب يوم الأربعاء المقبل. انضمام أشرف بن شرقي لتدريبات الأهلي الجماعية يتأجل إلى ميران الأربعاء المقبل بسبب خوضه مباراة مع منتخب بلاده. اتحاد الكرة أكد للزمالك أن نبيل عماد دونجا لن يكون متاحا للمشاركة في السوبر المصري القادم لإيقافه 4 مباريات بسبب أحداث النسخة الأخيرة. مروان عطية نفى رفضه تمديد عقده مع الأهلي واشتراطه الحصول على 2 مليون دولار، وأكد أنه مدد عقده بالفعل سابقا. سعفان الصغير نفى وجود أزمات بين أحمد الشناوي وحسام حسن، وأكد أن حارس بيراميدز قد يتواجد مع المنتخب الأول في المعسكرات القادمة. سعفان الصغير أكد وجود علاقة حب واحترام غير طبيعية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير. المنتخب المغربي للشباب سيواجه فرنسا في نصف نهائي كأس العالم تحت 20 عام بعد فوزه على أمريكا. أحمد ياسر اعتذر لطارق مصطفى بعد اتهامه بتقاضي أموال من اللاعبين لإشراكهم في المباريات. أيمن يونس يناشد وزير الرياضة لإنقاذ نادي الزمالك من الانهيار بسبب سحب أرض أكتوبر. نبيل معلول يرى أن توقيت بطولة كأس العرب لم يكن موفقا، وكان يجب أن يقام بعيدا عن كأس الأمم الإفريقية. أرثروب يحتاج إلى عمل توليفة جيدة وصناعة توازن في تشكيل الأهلي في ظل تخمة النجوم في المراكز الهجومية. تدريب الأهلي يعد سهلا نظرا للإمكانيات الكبيرة والدعم المتوفر رغم الضغوط الجماهيرية. الأهلي لم ينجح في تعويض علي معلول حتى الآن، والجبهة اليسرى لم تعد بنفس الخطورة التي كانت عليها مع معلول وحسين الشحات. الزمالك يمر حاليا بمرحلة صعبة جدا نتيجة تراكم الأزمات التي خلقتها إدارات متعاقبة، ويحتاج إلى أموال ضخمة لتسديد المستحقات المتأخرة والديون الداخلية والخارجية. رحيل زيزو كان يمكن أن يوفر للزمالك مبلغا يصل إلى 300 مليون جنيه ويساهم في حل العديد من الأزمات، لكن الخوف من رد فعل الجمهور أدى لخسارة النادي للعروض الرسمية.